الاشتراك بقناة سيد عسكر يساعدنا على الاستمرار. التاني برضو يا جماعة، انتم ملاحظين الذل والبهدلة اللي انا فيها دي ولا مش واخدين بالكم؟ زي ما قلت لكم في التعليق في الفيديو اللي عدى، ان احنا بجد الواحد بيتعب جدا عشان يعمل فيديو زي كده مثلا ويجمعه ويقعد على الكمبيوتر ولا اللاب يظبطه عشان ينزله، ولا بيعدي معديه زي ديت كده لما ينزل في المصرف يقع. اوعى عدي الحمد لله. انا رايح اكمل صيد النهارده كمان، الترعه ما بصدق يجي فيها شويه ميه. وعلى فكره الترع اللي عندنا دي نظيفة، القراميط بتاعتها جميلة نظيفة، غير الملاحات ولا الحتت اللي بيبقى فيها صرف مجاري ولا أي كلام من ده مفيش، عشان دي مية دي بتسقي الزرع عندنا. ممنوع حد حتى يرمي حاجة في الترعة. ويا ريت الناس اللي بيسمعوني يكونوا في بلد الأرياف، بلاش إلقاء القمامة في قلب الترع، عشان انتوا كده بتعذبوا الناس الفلاحين بجد، يعني مش هيلاقوها منكم ولا من الغلاء ولا من الدنيا اللي احنا فيه ده. ارحموهم شوية أرجوكم. خليكم معايا اما نوصل هكمل معاكم الفيديو. يلا يا جماعه يا جماعه يا جماعه، كان قرموط كبير قوي، بتهيألي لو كان طلع في البوصه دي كان زماننا رايحين نجيب بوصه تانية. انا بستنى كل لحظه السناره تغمز عشان الكشاف لما بيضرب في الميه بيخوف القراميط ما بتجيش تاكل. فانا بعمل ايه؟ بخلي التليفون في جنب، اول ما بتغمز ده بروح حاطط التليفون عليه. تابعوني. شايفين اللي منور ده على ايد اليمين ده دوت عنكبوت، سبحان الله. والله ده عنكبوت يا جماعة، واقف قدام اهو. اهو عنكبوت والله، سبحان الله. عشان ما تصدقوني ان ده عنكبوت اهو. اطلع امشي كده بعيد شوية ولا اعمل اي حاجة. وماشي. انا جاي النهاردة بالسنارة دي بس علشان انا تعبت امبارح بصراحة من السنارتين والتليفون، مش عارف اصور ازاي. خليكم معايا ان شاء الله اوريكم كل حاجة حلوة باذن الله في الطبيعة. ارجوكوا يا جماعة اللي يجي يشتري كنز لابنه ولا لنفسه يغسله من الحتة دي كده عشان بيبقى كله تراب. اول مرة اصور لكم قرموط وهو بيطلع اهو. تعال نشوفوا الخير اللي ربنا بعته لنا النهارده. القرموطين اللي جبناهم اهو. الشوكة بتاعته جامدة. بصوا يا جماعة، واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. التاني صغنون. بتاع اللهم صل على النبي 2 كيلو، 2 ونص، بتاع 2 ونص 3 كمان.